الله يحفظه أبو حذيفة، يعني أكثر واحد ما شاء الله ناقله عني. وهذا موقف سلمك الله طبعا فيه أول ما طلع المعسل. أفهم. لا أحسن الظن الله يجزاك، تجيك العلوم الله يحفظك. المهم شفته في أحد السوبر ماركتات وشفت المعسل هذا والريحة وهذا، وذيك الأيام لسه أول بدايته. إيه ريحة فراولة. وانت على نياتك. أول ما شفته يعني قلت الدعوة يعني ريحة فراولة حاجة حلوة يعني. أخذته مع البيت وطبعا مع الجبنة طاعون. اي والله حالي والله حالي، لا في تحذير حكومي ولا يعني وسع صدرك. نعم احنا اللهم لك الحمد. لا كليته صحيح. اي والله كلته. المهم اسمع الله يحفظك، نجيبها كذا الأسرة الكريمة كلها. اي نعم، هم ما يدرون ان الدعوة يحسبونها مربى. ليه شكله زين فعلا، هو شكله اول ما طلع كان في شو اسمه ذا في ايه، كان في علب بلاستيك هذا وما في كذا، مجرب لك ما شاء الله. المهم اخذته وبعدين بعد فتره جيت البقاله، عجبني الموضوع. انه يشوفني واحد احد الاخوان الملتزمين خلص ايه خلص اجل وشه جاي البقاله وشه. المهم جيت هذا السلام عليكم الا بالله اعطيني، ويجينا احد الاخوان الله يحفظه اللي نتوسم فيهم الخير، قال يا اخي شكلك ووجهك مو تبع وش الحركات هذا الله يجزاك. قلت ايه؟ قول هذه حرام الله يجزاك. لا حرام يا اخي، احل الله الطيبات وحرم الخبائث. بعد افتي اخوك في الله مشكلة. قال تدري ايش يستخدمونه؟ قال ايش يستخدمون؟ قال لا يستخدمون الله يحفظك شيشه. ايش؟ قال شيشه يا رجل. قال شيشه يا ابن الحلال، 3 ايام وانا قاعد افحط فيه مع الجبن. طعمه يا شيخ طعمه عادي يا شيخ، طعمه حالي حتى آخر الليل تطلع دخان. طعمه عادي يا شيخ. يعطيك العافية.